هو مين اللي انتصر يا عم الحاج؟ حماس ولا اسرائيل؟ انت عايز تعرف يعني مين اللي انتصر؟ لا حماس انتصرت ولا اسرائيل انتصر. الاتنين انهزموا اشر هزيمه، والوحيد اللي انتصر السيسي ومصر. وبالدليل حربهم ديت كانت معموله عشان خاطر يفضوا غزه ويهجروا شعبها، وتستلمها اسرائيل ارض نظيفه من غير شعب. وقف وقال لهم مفيش تهجير. مين؟ السيسي. لحد من اسبوع نتنياهو كان بيطلع على الاعلام ويقول السيسي محاصر اهل غزه ومش عايز يفتح لهم عشان حتى يمشي يروحوا دول تانية. ده من اسبوع الكلام ده. ونفس الكلام كان بيقوله الحية في الاعلام، يقول محدش محاصر غزه الا السيسي، افتح المعبر يا سيسي. كانت النية واحدة والمخطط كان واحد. قال لهم مفيش تهجير وغزه لفلسطين. يبقى مين اللي انتصر؟ السيسي. فمش عايزين ندور في التاريخ عشان الاجيال اللي جايه تبقى عارفه. سنتين الاتنين انهزموا، ده دمر غزه وحطموها وخسروا 100 شهيد ويمكن اكتر، والتاني دمر اسرائيل وتسبب في عزلتها عالميا ودوليا. والوحيد اللي انتصر السيسي. فما تدوروش التاريخ وقولوا الكلام الصح. السيسي اللي انتصر في النهايه جابهم قال له اقعد يا دي انت وهو امضي، ما انتوش تعملوها تاني وتلعبوا مع الكبار. صباحكم زي الفل.